طب وات اف ده مش موجود، وات اف انت قلت على شغل تمام ووافقت عليه واتبعت، وبعد ما اتبعت الكلاينت كان في كارثه، مين هيتحمل نتيجه حاجه زي كده ساعتها؟ انت يا رب. يعني صح فعلا. يا ترى هتقدر تكمل البرنامج مع مديرك من غير ما يرفدك؟ فكرة البرنامج إن المدير والموظف هيقعدوا مع بعض وكل واحد هيسأل التاني 5 أسئلة عشان يحددوا يا ترى هيكملوا مع بعض ولا لأ. ازيك يا محمود؟ ازيك يا شو؟ يلا نشوف. أبدأ أنا؟ ابدأي طبعا، لازم فيرست. يا خبر، لو احنا في اجازه والكلاينت طلب شغل مش لاحق تعمله لوحدك، هتكلمني اساعدك ولا هتعمله كله لوحدك؟ انا اصلا هكلمه، يعني ده الاوبشن الاولاني بالنسبه لي. قبل ما اجرب اعمله لوحدك. قبل ما اجرب اعمله هكلمك. انا جرب اخليكي تعملي كله لوحدك او تشوفي انا اساعدك كله. بالظبط، يعني انا اساعدك. لو لقيتني بجرب حاجه اوت اوف ترند بس ممكن تنفع، هتوافقني الراي ولا هتبقى شايف انه لا نفكر فيها او ندرسها الاول؟ لا هوافق، لان انا بثق في رأيك. ماشي، ده بيعوض بيها اجابه السؤال اللي فات. لا الاثنين حقيقة، يعني انا هل قبل كده قلت على شغل بعته لك ان هو حلو او نايس وانت اصلا ما فتحتش الشغل؟ كتير؟ يعني طب ده بيبقى بناء على ايه؟ يعني قول لي مبرر. بناء على الثقة برضه، يعني انا شفت حاجات كتير قبل كده. اكيد دي طلعت شباب. اكيد، لا يعني اكيد مش هتغلطي غلطات اللي هي. طب وات اف ده مش موجود، وات اف انت قلت على شغل تمام ووافقت عليه واتبعت، وبعد ما اتبعت الكلاينت كان في كارثه، مين هيتحمل نتيجه حاجه زي كده ساعتها؟ انت يا رب. يعني صح فعلا. كنت ثقتي دي اول غلطة تحاسبي عليها. لو كلاينت مهم طلب شغل الساعه 12 بالليل، هتكلمني تطلب مني ريكويست عشان ما نخسرش الكلاينت؟ لا هكلمك. ولا هتقول لا مش هكلمها عشان الساعه 12 بالليل وكده؟ لا هسألك صحي الاول ولا لا؟ يعني لو صحي خلاص، لو مش صحي اكيد مش هصحيكي، مش للدرجه دي. الجحود مش للدرجه. لا. تمام يا جماعه انتوا سامعينها؟ لو اكتشفت اني بغطي على التيم بتاعي وبعدل غلطات كتير بيعملوها، هتقول خلاص ما كده كده هي بتتصرف، ولا هتبقى عايز تمشيهم، ولا هتتعصب مني اني ما كنتش واضحه معاك؟ ولا حاجه من الثلاثه، انا بس هبقى مشفق عليكي، يعني انه لا كتر خيرك. يعني تشيلي شغل زياده من عندهم ومن عندي ليه؟ يعني من عندنا بس كفايه. بالظبط، يعني انا اولى. يعني بس طالما النتيجه في الاخر بتطلع انه مفيش غلطات وانت بتلحقي ده، اوكي. بس انت يعني هكلمك بقى بعلاقتنا القريبه انه ما ينفعش تفضلي بتشيلي في ده. لو كل الافكار اللي قدمناها لكلاينت معين ما عجبتكش بس عجبت الكلاينت قوي، خلاص هتوافق ولا هتقول للكلاينت طب ما تخلينا نشوف حاجه تانية؟ بصي الافكار، انا بالنسبه لي الافكار لو هي هتوصلنا للاوبجكتيف اوكي تمام. لانه كلاينت ساعات ما بيبقاش عنده النولج ايه اللي ينفعه وايه اللي ما ينفعوش، لانه هتبقى بيزد على استراتيجي وعلى اوبجكتيفز وعلى حاجات لازم تتحقق، وممكن تبقى عاجباه الفكره انه هي مطرقعه. فلو هي مش هتحقق النتيجه اللي احنا عايزينها، فانا هقول لا، انا محتاجين نشوف حاجه تانية، وده لازم عشان مصلحه الكلاينت. انما لو هي هتحقق وحتى مش عجباني اوكي. لو جيت الشركه لقيتني عامله حفله للموظفين بس انا كنت نسيت اقول لك، هتعمل ايه؟ هل هتجوين معانا الحفله ولا هتكشم ولا هتطردنا كلنا؟ لا اكيد مش هتطردكم كلكم. مش هتجوين معاكم الحفله؟ هي حصلت قبل كده لو تفتكري. فاكره. بس هي حصلت انه انا ما كنتش موجود وعمال اتصل بالشركه كلها، الناس كلها، اللاند لاين، موبايل شروق، موبايل المديرين كلهم، كل حاجه، ما فيش حد بيرد. فافتكرت انه الشركه ولعت. يعني لا، بس اكتشفت ان الشركه قررت تعمل الكريسماس بارتي بتاعت في التوقيت ده. طبعا كنت متضايق جدا. حصل، كانوا كلهم مبسوطين وانا الوحيده المتقدره. نبقى واضحين. بس انه يبقى عندي علم. بس لو جيت بقى انا ولقيت الحفله، لا هجوين ولا هكشم، يعني ممكن يبقى بعديها. يعني بعديها ايه؟ نتكلم بقى. بعديها ايه؟ معلش عايزه افهم. يعني ولو انا لو تمام الدنيا تمام وانا مش محتاج حاجه، لا هجوين وهضحك واهزر. اوكي تمام ماشي. اتفضل يا استاذ محمود. لو حسيتي ان ضغطك في الشغل كتير في فتره معينه وانا ما كنتش واخد بالي، فتره هتنبهيني انك مضغوطه ومحتاجه راحه، ولا مش هتشتكي اصلا؟ لا هتصحي يا شو انت بس. لا بس انا ما بقولش. لا مش هقول.
بس بيبقى باين على وشك يعني. دي حاجه ما بتحكمش فيها، بس ما باجيش اصيح يعني. بصيح لو حاجه مش انت اللي ضغطني فيها. يعني. في كلاينتس مشاكل، لكن لو انت ضاغط في مثلا في تاسكات وبتاع وانا حاسه انه لا اتس اوفرويلمنج شويه، بسكت عادي. ما بقولش حاجه، بس انا قصدي حاجه مضايقاكي بيبقى باين عليك يعني. بيبان. مش متحكمه في دي. الملعب. لو الديدلاين اتلغى فجاه هتبلغي التيم ولا هتسيبيهم يشتغلوا ويسلموا في الوقت؟ حسب، لو انت افتكرت تقول لي اساسا الديدلاين اتلغى نبقى نشوف الموضوع. بس في الاغلب هقول لهم طب هقول لهم ان احنا ملتزمين بسيم ديدلاين، بس احنا we're not under pressure. يعني هيبقى عندنا الاوبشن انه بعد ما الديدلاين يتلغي ممكن بقى بعد ما نخلص الفايل نأديت فيه نعدل فيه، ما يبقوش حاطين بقى البريشر بتاع انه احنا الديدلاين ده هنسلمه للكلاينت وهنعرضه. لو التيم بتاعك اشتغل على فكره انت شايفاها مجنونه، هتسيبيهم يجربوا ويتعلموا ولا هتقول لهم لا الفكره دي مش هتنجح؟ لو هي فكره حلوه بس ممكن ما تنجحش هسيبهم يعملوها عادي. لو هي فكره وحشه ومش هتنجح فهقول لهم على بقى من الاول ان هي وحشه. يعني لو انا شايفه ان الفكره نفسها اصلا فيها مشاكل في الاستراكشر بتاعها كتكوين للفكره او ان هي مش بتحل اي سولوشن هقول لهم. لو هي بتحل سولوشن بشكل انا مش مقتنعه بيه او شايفه ان هو مش افكتيف لا اسيبهم يعملوها. طبعا لو انت شفتي ان احنا مضغوطين في فتره والموظفين مضغوطين ومودهم مش حلو، هتعملي حاجه ولا مش هتفكري في حاجه وهتسيبي الدنيا تمشي زي ما هي؟ لا هعمل حاجه، لانه بحس انه لو احنا المود مش حلو انا نفسي ما بعرفش اشتغل، ما بحبش اشتغل في تنشنه، فاحاول ان اعمل حاجه بره الشغل. يعني احاول ان انا اعملها بره وقت الشغل عشان ما بقاش بضغطنا اكتر في الجدول او بضغط الدنيا اكتر انه الحاجه ما تخلصش. فممكن ننزل قبل الشغل نفطر سوا كلنا، نخلص يوم شغل واخدهم في كوفي تايم. يعني احاول ان احنا نعمل اكتيفيتي بره الشغل عشان نفك فيها، نتعامل مع بعض اكتر كافراد مش كناس في الشغل، فنحاول فنيجي تاني يوم ريفرشد اكتر. لو كل الافكار مش عاجبه العميل والموضوع وصل، هل انت هتدافع عن التيم بتاعك ولا هتاخدي اكشن على طول تخليهم يغيروا الافكار دي؟ لا هدافع عنهم ليه؟ ما لو الافكار مش عاجبه العميل ما هو حقه، ما مدافع حقه يغير الافكار. ايوه ما هو مدافع اوكي حقه ما هو حقه ما انا كمان دافع ليه؟ لا ما حقك لو الافكار مش حلوه ومفيش ريزن وراها. لا انا شايف انه طب هسالك يعني السؤال بصيغه ثانيه، طب لو العميل نفسه الافكار مش عاجبه كل حاجه ما بتعجبوش هتعملي ايه؟ هحاول ان انا اجيب له الفكره اللي عجبانه بالطريقه اللي فيها حاجات بتعجبه. بس لو هو رافض الفكره عشان هو رافض الفكره وانا شايفه انه عنده راشونال ورا رفضه، او ما عندوش راشونال بس هو خلاص الفكره دي بالنسبه له مرفوضه، او انت كذلك، فين المشكله ان احنا نطلع افكار ثانيه؟ هتغطي على التيم لو حصلت كارثه ولا هتقولي هتسلمي حد معين الغلط عند فلان؟ لا مش هسلم حد معين ولا هغطي عليه، هتحمل المسؤوليه لانها جزء من مسؤوليتي. يعني كده انا بتحمل جزء من المسؤوليه لانه انا المفروض ما كنتش اوصل ان الكارثه دي تحصل. قدامك وقدام العميل انا هتحمل المسؤوليه بتاعه الكارثه، وبقى بعد ما نحل الكارثه هم يتحملوها مني. هيبقى في تدرج فاهم، بس مش هغطي عليهم ولا هسلمهم. يعني كل واحد فينا يتحمل جزء من الغلطه بس مع مديره المباشر. بس الاول هنحل المشكله بعدين بقى كل واحد مديره يحاسبه. اوكي تفكير منطقي. شكرا. يعني لو في موظف بيشتكي كتير وبيصح كتير لكن شغله حلو، هتستحمليه في التيم ولا هتعملي ايه؟ هحاول اني احطه تحت اداره مباشره لحد غيري عشان اخليه يبقى ضايق، فهستغل هو شغله حلو بس مش هتعامل معاه بشكل مباشر طول الوقت عشان ما افقدش اعصابي. شفتي بقى ان الخلق بيدق كل ما الواحد بيعلى في لا كل ما الواحد بيعلى في التاني. اوكي انا خدت ان كل جمله كل واحد بيكبر في السن. لا بس كده نخلص. هنكمل يا استاذ محمود؟ لا انت اللي تقولي. لا تقول انت. والله ابدا. عيدي والله ابدا. الحلقات كلها ماشيه الناس انا همشي الحلقه دي العكس. حقي ولا مش حقي؟ طبعا ما اقدرش استغنى عنك يا شو. تمام اوكي نكمل يا استاذ محمود. ماشي.